السلام عليكم. في الوقت الحالي بعد ظهور برامج زي التيك توك وكواي وحتى شورتس بتاعت اليوتيوب، ظهر ناس عندها محتوى نفسها تقدمه على المنصات زي دي. بس المشكله مع الناس دي ان هم ما عندهمش القدره او ان هم يقدروا يعدلوا على الفيديوهات بتاعتهم، اللي هو انا هقدر افتح الكاميرا هصور فيديوهاتي ولكن مش هقدر اعمل عليها مونتاج او تعديل الفيديو ده. في الفيديو ده ان شاء الله هعلمك ازاي تستعمل برنامج ادوبي بريمير برو، وده افضل برنامج للمونتاج موجود. طبعا في برامج زي سوني فيجاس وكامتيجا وبرامج تانية كتير، بس ليه بريمير بالذات؟ لان بريمير لو انت اصلا واحد عارف برامج ادوبي فبريمير هو ماشي بنفس الكونسيبت تقريبا. طيب وحاجه تانية كمان، انك لو اتعلمت المونتاج عليه انت هتقدر تخش اي برنامج مونتاج تاني وانت فاهم انت بتعمل ايه. يعني هو نفس المبدأ، هو اي مبدأ مونتاج فيديوهات، هو تراكات الصوت، الفيديو، الصور هحطها، المكان، تعديل الوان، ماسكات، شويه حاجات من دي نفسها ثابته تقريبا في كل الفيديوهات. هتحط ترانزيشن من كل فيديو والتاني، هتحط ماسك على الفيديو ده عشان تلونه، حاجات كلها تقريبا ثابته في نفس البرامج. فبعد الفيديو ده ان شاء الله انت هتكون قادر انك تقطع الفيديو بتاعك وتضيف صوره، تضيف صوت، تعدل الصوت نفسه كمان، تعدل في الفيديو، تعمل اي حاجه انت عايزها هتكون في مقدرتك، وتقدر ترفعه بعدها على اي منصه انت عايزها، سواء يوتيوب او اي منصه تانية. وقبل ما نخش الفيديو، انا اسلام فشار، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يجيلك كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله. طيب يا جماعه، دلوقتي اول حاجه معانا لو انت شغال على اي برنامج من برامج ادوبي، مش برنامج ادوبي بريمير بس، حاجه اساسيه في شغلك دي عشان تنظم بيها شغلك وتظبط بيها دنيتك، وهي تجهيز ما قبل العمل. ايه هو تجهيز ما قبل العمل؟ انت دلوقتي هتعمل شغل فيديو او صوره او اي حاجه، كلها تكون في فولدر واحد. يعني انا دلوقتي هعمل مونتاج لفيديو انا صورت، اي حلقه انا صورتها جوه الفيديو ده هقوم داخل عامل فولدر جديد مثلا مسميه مونتاج 01، دخلت عليه واعمل كنترول شيفت من نيو فولدر، هقوم مسميه ماتيريال، وانقل اي ماتيريال انا هستعملها جوه الفولدر ده. طيب وهعمل بروجكت بريمير او بروجكت اي برنامج انت هتستعمله، كنترول شيفت ان برو. طيب انا بعد ما اخلص شغل في فيديو نهائي هيطلع لي، انا عايز الفيديو النهائي ده يطلع لي برده في فولدر لوحده، برده هعمل له كنترول شيفت ان واسميه ريندر. اتعود دايما انت لما تشتغل في اي حاجه، مش ادوبي بريمير بس، لا اي برنامج تبع ادوبي، خليهم كلهم في فولدر واحد وكل واحد في الفولدر بتاعه، بحيث ان انت لما ترجع حتى للشغل ده ولو بعد 50 سنه انت راجع وعارف شغلك منظمه ازاي. طيب تمام، دلوقتي جهزنا فولدراتنا والشغل بتاعنا، نروح بقى على البرنامج بتاعنا. والبرنامج بتاعنا هنشتغل على نسخه ادوبي بريمير 2020. طبعا دلوقتي بنفتح البرنامج اهو، نفتح نشوف الواجهه بتاعته عامله ازاي. وادي البرنامج لما يفتح معانا واجهته هتكون بالشكل ده بالظبط، بس ده لان انا بستعمله قبل كده، لكن لو انت اول مره تفتحه هتلاقي الواجهه مختلفه معاك شويه، وهتكتب بس كل اللي هتعمله انك نيو بروجكت بس، هيفتح لك قائمه بالشكل ده. هنا بيقول لك النيم، هنا ده اسم البروجكت اللي انت هتعمله، فمثلا هسميه فيديو مونتاج. هيسيف فين؟ عايز البروجكت ده يتسيف فين؟ هقول له براوز، انا عايز البروجكت ده يتسيف هنا ديسكتوب مونتاج 01، وادي المكان اللي احنا مجهزينه ليه اللي هو اسمه برو. هنسيبه هنا سيلكت فولدر وبس، مش هنلعب في اي حاجه ثانيه، وبعد كده ندوس اوكي. هيفتح معانا واجهه البرنامج بالشكل ده. طب انت شكل الواجهه لو مختلف عندك شويه، كل اللي هتعمله انك تروح على ويندو ورك سبيس، هتخليها اديتنج، ودي الواجهه الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا هو ممكن شكل البرنامج كده في الاول يخضك بالتقسيمات الغريبه دي بالاشكال دي، بس صدقني انت مع الوقت ولما تتعلم على البرنامج هتلاقي كل مكان فعلا سهل وتقدر تستخدمه وتقدر تتعامل معاه بكل سهوله. طيب هنا هيظهر لنا ايه؟ هنا هيتحط الفيديو اللي انت هتشتغل عليه بالشكل اللي انت شغال بيه، وهنا التعديلات اللي انت عايز تعملها على الفيديو، وهنا الافكتات اللي بتحصل على الفيديو، وهنا الميديا اللي انت بتستخدمها. طيب انا حاسس ان الكلام كده بدأ يتعقد شويه، ما تتعقدش، الكلام سهل وكله بسيط. هنعمل ايه؟ اول حاجه نروح نجيب الحاجه اللي احنا عايزين نعدلها. فمبدئيا كده انا هجيب الفيديوهات اللي انا عايزها، بس قبل ما اجيب الفيديوهات اللي انا عايزها حاجه مهمه قوي، وهي السيكونس. ايه السيكونس دي؟ السيكونس ده هو المكان اللي بتحط فيه التراكات. ايه التراكات؟ اللي هي الفيديوهات. الفيديو هنا في المونتاج بيتحط في حاجه اسمها تراك، يعني لو انت شغال فوتوشوب فانت اكيد عارف اللاير، هنا اللاير بالنسبه لنا هو تراك. طب دلوقتي انا عايز اجيب بقى الميديا اللي انا هستعملها واعمل عليها مونتاج. كل اللي هعمله بكل بساطه هاجي هنا المكان المكتوب فيه امبورت تو ستارت، دوس دبل كليك، مونتاج 01 الماتيريال. شوفوا بكل سهوله دلوقتي انا عارف كل حاجه انا حاطها فين. دلوقتي انا هستعمل كل الفيديوهات دي، فاقوم محددهم كلهم، سيلكت عليهم كده، وبعد كده اقوم دايس اوبن، هيبداوا ينزلوا لي هنا في البرنامج. طيب شكلهم كده انا مش عارف الفيديوهات شكلها عامل ازاي، يعني ده مين وده مين. انا مرقمهم لكن انا برده مش عارف مين ده. فكل اللي انا هعمله هم دايس ايكون فيو، بقى دلوقتي جاب لي شكل الفيديوهات، ولو وقفت على الفيديو هيعمل لك ليه بريفيو كده، لو مش عليه فده الفيديو بتاعنا. دلوقتي انا بقى عايز اعدل على الفيديو ده، هعدل عليه ازاي؟ هنسحبه في المكان غرفة العمليات. هنسحب الفيديو كده بكل بساطة، تعالى مثلا نسحب الفيديو رقم 1.
ايه اللي حصل دلوقتي؟ الفيديو رقم 1 ظهر لي هنا اللي هو التراك بتاعه، وهنا ظهر لي الفيديو نفسه. مبدئيا انا حاسس ان الفيديو فيه حاجه مش مظبوطه، شكله كبير كده. ده ليه؟ لان هنا بيعرض لك المفروض انت عايز حجم الفيديو قد ايه، وهنا الكواليتي اللي انت عايز تعرض لك بيها قد ايه. خلي بالك الكواليتي دي مش ده اللي الفيديو هيطلع بيه في الاخر، لا ده بيقول لك انا مقلل لك الكواليتي عشان تقدر تشتغل والبرنامج ما يهنكش منك. طب النسبه دي، لا النسبه دي انت اللي بتحددها. فانا دلوقتي عايز اكبر النسبه فخليها 100%، فبص الاقي الموضوع كبير. طب انا عايز اصغرها شويه فخليها 10%. طب انا عايز الحاجه المظبوطه اللي اقدر اشوفها وكلها تمام ماشيه مع شكل الشاشه بتاعتي. هقوم جاي هنا قوم دايس فيت، بقت مظبوطه، وادي الحجم الفيديو تمام معايا وكل حاجه. طيب دلوقتي بقى ده الفيديو، وهنا تحت التراك. هنا اقدر اعدل بقى في التراك بتاعي ده كل الشغل بتاعي في غرفه العمليات. هنا على القائمه اللي على الشمال، مجرد ما انا دوست على الفيديو زي ما انتم شايفين كده اللي حصل، ظهر لي شويه الاوبشنات بتاعه الفيديو. نتكلم بقى هنا عن المونتاج الاساسي اللي هنستعمله في البرنامج عادي خالص. مبدئيا اللي ظهر قدامي ده الشكل اللي انتم شايفينه ده، اللي هو العيون مع شكل الفيديو مع شكل الام والاس. ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده شكله غريب وحاجه صعبه كده. ولا حاجه صعبه ولا اي حاجه. بكل بساطه الفيديو مكون من ايه؟ بكل بساطه الفيديو مكون من ايه؟ مكون من فيديو وصوت. فدلوقتي انا معايا الفيديو اهو والصوت بتاعه اهو. طيب يعني دلوقتي اللي انا فاهمه ان هنا في فيديو وهنا في صوت. يعني لو انت حتى واخد بالك في هنا خطين اهم، لكن فوق كل واحده خط. هنا خطين ليه؟ اي فيديو انت بتحطه بينقسم للفيديو بتاعه والصوت بتاعه. فحتى هو هنا جايب لك ميوت وسولو. طب ده ايه ميوت وايه سولو؟ لو انا عايز اشغل الفيديو ده بصوت هيظهر بصوت اهو، لو انا عايز اعمل له ميوت هتلاقي الفيديو اشتغل بدون الصوت بتاعه. طيب ده كلام جميل. برضو ما فهمتش ايه بقى السيكونس. مبدئيا كده الحجم بتاع الفيديو اللي انت بتعرضه قدامك. يعني انا دلوقتي بيعرض الفيديو بجوده فول اتش دي اللي هي ايه 1920 في 1080. طب لو انا خليتها 1080 في 1920 ايه اللي هيحصل؟ بص كده معايا، لو انا رحت على سيكونس ده اهي وقمت دايس سيكونس سيتنج، هيقوم جايب لي اعدادات السيكونس اللي انا عاملها. طيب هو هنا اعدادات الفيديو بتاعتي كانت 2K. طب لا انا عايز اعملها فول اتش دي عادي خالص. هعملها ازاي؟ هقوم قايل له انا عايز المقاسات بتاعتي 1080 في 1920، وهقوم قايل له اوكي. ايه اللي حصل؟ الفيديو خد شكل التليفون لو انت مخليه بالطول. طيب ده كلام حلو قوي. طب انا مش عايز كده، انا عايز اخلي شكل الفيديو لا بالعرض عادي خالص. هعمل ايه؟ مبدئيا هدوس كنترول زد ارجع خطوه. يبقى تاني كنترول زد بتعمل ايه؟ بترجع خطوه عن الخطوه اللي انت عملتها. بعد كده اروح على سيكونس تاني وسيكونس سيتنج وخلي دي 1920 في 1080، وبعد كده اقوم دايس اوكي. بص اللي حصل، ما حصلش اي حاجه. ليه؟ لان ده الشكل الاساسي بتاع الفيديو اللي هو اللاندسكيب. طيب دلوقتي عرفنا السيكونس وعرفنا هو ايه اللي فيه وبيتكون من ايه. نخش دلوقتي على الفيديو نفسه. دلوقتي الفيديو نفسه انا عايز اعمل فيه مونتاج. المونتاج الاساسي خالص ان انت هتقطع، تعدل الصوت، تعمل الحاجات البسيطه دي. طيب انا دلوقتي عايز اشوف بس الفيديو مدته حوالي كام 27 ثانيه بالظبط. طيب 27 ثانيه انا مش شايف. طب انا عايز اشوف بقى هعمل ايه؟ هقوم جاي في السهم اللي تحت ده واقوم عامل كده، هيقسم لك الفيديو. بدل ما هو مثلا دقيقه لا هخليها لك ثواني، وبدل ما هي ثواني هتبقى فريمات. يعني ايه فريمات؟ الفريمات هي الجزء اللي بتكون منه الفيديو. ان انت لما تحط مثلا 24 فريم او صوره في الثانيه فهي بتكون لك ثانيه فيديو. طب حط ثانيه كمان هيكون لك فيديو. نخش دلوقتي على التعديلات. اول حاجه معانا، طيب دلوقتي انا بصغر بالبكره واكبر ازاي؟ بفضل دايس على الت والبكره بكبر واصغر. بدل ما اروح هنا وافضل دايس واعمل كده، لا بالبكره والالت اكبر واصغر براحتي. حاجه تانية، انت الشورت كات اللي هنستعملها لازم تحفظها زي اسمك. واكتر شورت كات معانا كنترول زد لو انت عايز تعمل اندو اللي هو انك ترجع خطوه، كنترول شيفت زد لو انت عايز تعمل نفس الخطوه تاني، والسي اللي هو هيبقى القط اللي هو الموس، وحرف الفي اللي هو الماوس. دول اكتر شورت كاتس هنستعملهم في الفيديو. طيب نخش على الحاجات الاساسيه في الفيديو. دلوقتي انا الفيديو قدامي اهو بكل بساطه، عايز اعمل فيه ايه؟ دلوقتي انا الفيديو ده عايزه من غير صوت. ممكن اعمل ايه؟ او اعمل ميوت. طيب ده كده تمام، بس انا مش عايز كده. انا عايز الفيديو ده من غير صوت واحط له انا صوت تاني من عندي. اول حاجه انا عايز افصل الصوت عن الفيديو، اقوم اعمل ايه؟ كليك يمين ان لينك
بقى دلوقتي الفيديو لوحده والصوت لوحده. فدلوقتي لو انا قمت جاي بكل بساطه قمت دايس ديليت على الصوت ده فهو اتدلت دلوقتي، وبقى معايا الفيديو بدون صوت. يعني لو انا مسجل صوت وعايز احطه على الفيديو ده هقدر اسحبه واحطه هنا بدون ما يواجهني اي مشاكل. طب تمام، دلوقتي مسحنا الصوت بتاع الفيديو اللي كان معانا. انا دلوقتي في الفيديو ده خلاص الفيديو ماشي اهو، بس عايز اقطع من اول ما العربيه دي تخش واجيبها بعد ما العربيه دي تختفي. هعمل ايه؟ يبقى انا محتاج هقص هنا ازاي؟ زي ما لسه قايلين برنامج اداه القص معايا هي الموس ده اهي، بس انا هستخدم الشورت كات بتاعها على طول اللي هو السي. اقوم دايس سي وهاجي هنا كده اقوم مزوم واقوم جاي عند الحته اللي انا عايز اقطعها واقوم دايس كات واسيب الفيديو يمشي. اديني مش شغل الفيديو عادي خالص اهو، دوست مسطره وخلي الفيديو يكمل لغايه اما العربيه دي تعدي. وبعد كده خلاص انا كده الجزء اللي عايز امسحه اقوم قاطع هنا. بعد كده اقوم دايس ايه؟ في تاني. بقى دلوقتي سي وفي، اقوم جاي محدد الجزء ده اللي انا مش عايزه خلاص واقوم اعمل له ديليت. طب دلوقتي انا عايز خلاص بقى اكيد المكان ده فاضي فلازم اضم الفيديوهين على بعض. اقوم ماسك الفيديو ده اقوم سحبه على الفيديو اللي قبله، الاقيه عمل لي زي شرطه بيضه كده ان الفيديوهين لزقوا في بعض. طب ده كلام جميل. طب لو انا عايز اعمله بطريقه اصيع شويه، كنترول زد. انا دلوقتي المكان ده عايز الفيديوهين يلزقوا في بعض بالظبط. كل اللي هعمله اقوم جاي دايس هنا كده وبعد كده اقوم دايس ديليت. بقى الفيديوهين دلوقتي لازقين في بعض بالظبط. عايز اجيب فيديو تاني اعمل فيه نفس الكلام. جبنا الفيديو مثلا زي ده كده، الفيديو هنا نزل لي برضو بصوت بتاعه. انا هنا مش عايز الصوت خلاص بقى عرفنا نعمل ايه. اقوم دايس كليك يمين ان لينك، هنقوم جاي مسحين الصوت بتاعه واقوم جاي دلوقتي انا الفيديو مثلا ماشي معايا كده اهو. طيب انا عايز اقطع الحته اللي عند المصانع دي، اقوم دايس سي، اقوم جاي قاطع، اقوم ماشي الفيديو شويه، اقوم دايس سي تاني واقوم دايس دوست فيه ديليت، صغرت، اقوم جاي الحته دي اقوم مسحها. وبكده قطعنا الفيديو الحاجات المهمه بالنسبه لنا اللي احنا عايزينها. دلوقتي انا بشرح على فيديو معين، وانا بشرح عايز صور تطلع لي على فيديو بشكل معين. بمعنى ان انا دلوقتي عايز وانا شغال كده صوره بقى تطلع لي. زي ما لسه قايلين لازم تكون فاهم مبدأ التراكات. يعني ايه تراكات؟ تراك معناه ان الحاجه اللي فوق هي اللي بتظهر. طب يعني ايه برضو؟ يعني لو انت عندك طبقات فالفيديو هنا ماشي بمبدأ الطبقات ده، ان انت حاطط طبقه فوق وطبقه تحت. اكيد مين اللي هيظهر قدامك؟ الطبقه اللي فوق. طيب لو انا دلوقتي معايا صوره مثلا انا ما جبتهاش هنا، طيب عايز اروح اجيب الصوره تاني، يبقى هجيب الصوره ازاي؟ هم جاي هنا دايس دبل كليك، فين الصور؟ ادي صورتين اهم، هم جاي محددهم هما الاثنين واقوم دايس اوبن، يفتحوا معايا نزلوا معايا هنا هم. طيب هاجي هنا كده ودلوقتي انا عايز بعد ما الراجل ده يمشي شويه كده عايز الصوره دي تظهر لي. يبقى هعمل ايه؟ اقوم جايب الصوره بتاعت البنت دي واقوم ساحبها على فوق. طيب انا مكان الصوره ده مش عاجبني، عايز اغير مكانه. كل اللي هتعمله انك هتقوم ماسك الصوره دي ودايس عليها ضغطتين وتقوم جايبها هنا كده على اليمين مثلا. طيب الصوره كبيره عايز اصغرها شويه، بكل بساطه تقوم جاي هنا كده محددها ومصغر منها وتخليها كده بالظبط، فبقت الصوره بتاعتها ظاهره هنا كده. طب دلوقتي انا عايز مده الصوره دي، هي دلوقتي بادئه معايا كده وشغاله وفجاه تيجي هنا صوره البنت دي وتقطع. ليه بقى؟ لان صوره البنت ده كده نازله على التراك بتاعها ونازله فوق الفيديو. طب لو انا كنت عملت حاجه زي ان انا كنت مطلع الفيديو ده فوق ومخلي الصوره دي هي اللي تحت بتاعت البنت، فبصوا كده دلوقتي انا المفروض فيديو عندي اهو والصوره بتاعت البنت اهي مش باينه. ليه؟ لان انا لما حطيت الفيديو فوق بقت الصوره لما كانت محطوطه هنا ما عادتش باينه، فلازم اطلعها فوق عشان ينفع تبان. بعد كده اسحبهم تاني ارجعهم مكانهم. طيب حاجه مهمه جدا في موضوع الصور ده، الصور ده معناها احنا لسه قايلين ان بالنسبه لنا البرنامج هو برنامج فريمات، فبالنسبه لنا الصوره يعني فريم. يعني فريم واحد ثابت مش هيفرق لو انا غيرته من دلوقتي لبعد كده. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان انا لو جيت على فيديو زي كده وحاولت اطوله مش هيطول. طب لو انا جيت على الصوره وعايزه تظهر مده اطول، كل اللي هعمله هسحبها هتسحب معايا. ليه؟ لان الصوره نفسها ثابته مفيش فيها اي تغيير. يبقى تاني لما انا حطيت الصوره خلاص هتظهر لي بالشكل ده تحت ولا اي مشكله. يبقى انت دلوقتي انت بتشرح وانت عايز تقوي كلامك بصوره، فكل اللي هتعمله انك هتقوم حاطط الصوره فوق على التراك
وهتظهر معاك بكل بساطه. طب دلوقتي عايزين بقى نحط صوت على الفيديو ده. هنجيب صوت من عندنا ونحطه على الفيديو ده. هنجيب الصوت ازاي؟ كل اللي هنعمله برضو هنروح على الماتيريال، دوس دبل كليك، ادي الماتيريال بتاعتنا. هتاخد الفيديو ده مثلا، جايبين الفيديو ده ساحبينه هنا كده وبكل بساطه دلوقتي الفيديو ده ليه صوت. حلو قوي. انا دلوقتي عايز الصوت بتاعه مش عايز الفيديو نفسه، فنفس اللي كنا بنعمله، كليك يمين ان لينك، هم جايبين الصوت الفيديو هم مثلا. دلوقتي بقى معايا الصوت نفسه. هروح دلوقتي على الفيديو اشغل، حتى تحس انها حاجه فويس اوفر فوق الفيديو نفسه، فبتكون حاجه لطيفه برضه. شغل الفيديو كده. طيب تمام، دلوقتي عرفنا ازاي نقطع الفيديو وازاي نحط صورة وازاي نحط صوت على الفيديو. طيب حاجة تانية كده برضو، لو انت معاك الصوت ده ومثلا نجل حظك ان الصوت ده كان واطي، انا عايز اعليه ازاي؟ كل اللي هتعمله هتقوم جاي دايس عليه ونروح لإفكت كنترول، وقوم جاي هنا كده الفيديو شغال اهو، الصوت اهو، انا عايز اعليه شويه، قوم جاي على الليفل ده قوم اعليه شويه. بص كده اعليه لحد ما احس ان الصوت كده عالي. كده الصوت ده عالي جدا اظن كده. النقطه اللي بعد كده وهي اضافه نص فوق الفيديو. فعايز احط تكست، احط تكست ازاي؟ هم جاي هنا دايس تايب تول، هم جاي هنا انا عايز التكست يظهر لي في اي مكان، هم دايس هنا كده مثلا. بعد كده ظهر لي التكست هنا اهو في التراك اللي فوق، اقدر اكتب اللي انا عايزه. فمثلا تعالى نكتب السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الكلام كده سحب. طب انا اعدله ازاي؟ هاجي امسك، مش هلاقي يمسك ليه؟ لان انا مع اداة تكست. طب اعمل ايه؟ هقوم دايس في اي مكان فاضي، دايس على حرف الفي وساحب التكست ده. وتقدر تعدل في التكست ده براحتك وتعمل فيه اللي انت عايزه، حاجات اشكال والوان من كل حاجه. بس ده دلوقتي احنا بناخد بس الاساسيات. انت بعد كده تقدر تخش وتتعلم ازاي تعدل ده وتعدل ده، وازاي تخلي الصوره دي تطلع بحركه وبافكت لطيف. فدلوقتي انا عايز الصوره تظهر مع الكلام، فاقوم ساحب الصوت، فاقوم ساحب التكست فوق الصوره كده بالظبط. برضو التكست بيبقى نفس فكره الصوره، اللي هو تراك واحد مش هيتغير او فريم واحد مش هيتغير، فاقدر اسحبه كده على قد الصوره، فابقى ماشي كده بالفيديو يظهر لي حاجه بالشكل ده كده بالظبط. النقطه اللي بعد كده وهي تاثير الانتقالات اللي بين الفيديوهات. لو انا دلوقتي معايا فيديو زي ده كده شغال اهو، وبعده فيديو تاني، النقله هنا بينها تحس انها فيها قطعه. انا مش عايز بقى القطعه دي. القطعه دي اشيلها ازاي؟ بترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ يعني انتقال بين الفيديو والتاني. طب هجيب الترانزيشن ده ازاي؟ موجود في البرنامج. هجيبه ازاي؟ هقوم دايس هنا كده وهم دايس افكتس وهم رايح على فيديو ترانزيشن، اختار دي كلها ترانزيشنز انت تقدر تضيفها على الفيديوهات وتقدر كمان تعدل فيها. وكمان في انتقالات تقدر انت كمان تحملها من على النت لو دول مش مكفينك او مش عايزهم، في انتقالات تقدر تحملها من على النت وتحطها. طيب انا هجيب مثلا زي ده ديزولف، هختار كروس ديزولف واقوم حط سحبه وحطه هنا على الفيديو، اقوم دايس اوكي، اقوم دايس هنا كده شغل واشوف كده الانتقال تحس ان هو فيه فيد، الفيديو بيسحب على الفيديو التاني بس بكل نعومه كده بشكل لطيف وبسيط. سابع حاجه معانا وهي الكروما. الكروما لو انت واحد دلوقتي بتصور فيديوهات يوتيوب وما عندكش سيت اب تقدر تسجل بيه، فانت بتستخدم الكروما. ايه هي الكروما؟ اللي هي عباره عن ستاره خضراء او ستاره زرقاء، وتقدر تعرف عنها اكتر لو بحثت. ولكن انا دلوقتي خلاص صورت وعايز بقى اشيل الخلفيه اللي ورايا دي واحط اي خلفيه كويسه، زي مثلا الخلفيه اللي قدامي دي، اقدر اسجل الفيديو بتاعي واحط الخلفيه بتاعتي دي. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي هتعمله هنرجع تاني، هدوس على السهمين دول، هروح على فيديو او البروجكت، عايز اجيب بقى الفيديو اللي انا عايز احط له الايه، اشيل الكرومه بتاعته. هقوم رايح هنا كده، فين الفيديو اهو، ده مثلا ده الفيديو، هقوم ساحب الفيديو ده، انا عايز احط الفيديو ده هنا كده. طيب الفيديو هنا ظهر فوق الفيديو، انا بقى دلوقتي عايز اشيل الشاشه الخضراء دي واخليه يمشي كانه ماشي على الطريق هنا، بس انا مش عايزه يظهر هنا كده، انا عايزه يظهر، بص كل ما اسحب الفيديو معايا، تعالى بقى الفيديو هنا كده. فانا هخلي العربيه دي كانها ماشيه من تحت كده، بادئه من تحت
وتكمل معايا. واشيل الشاشه الخضراء دي بكل بساطه. هشيلها ازاي؟ هروح تاني على القائمه بتاعتنا اللي هي قائمه الافكتس، اقوم باحث عن حاجه اسمها الترا، يكتب عربي الترا كي، واقوم ساحبها رميها فوق الفيديو نفسه. الالترا كي دي بيقول لك شيل اللون اللي انت عايزه من الفيديو بتاعك. فدلوقتي انا محدد الفيديو ده وعايز اشيل اللون ده. بكل بساطه هروح عند كلمه كي كولر، ده اللون اللي انت عايز تشيله، وهقوم دايس على علامه القلم دي، واقوم جاي على اللون اللي انا عايز اشيله، واقوم دايس كليك. بكل بساطه الشاشه اللي في الظهر اختفت. بكل بساطه لو انا جيت دلوقتي شغلت الفيديو وجيت هنا كده خليت الفيديو يشتغل عادي خالص. السلام عليكم ورحمه الله. inspire you. طبعا احنا نسينا ايه، نشيل اول جزء في الفيديو اللي هو بتاع الشاشه السوداء دي. اقوم دايسين سي واقطع الجزء ده، دايس في اقوم ماسح الجزء ده واقوم ساحب الفيديو. بعد كده نخليه يشتغل. Inspire you. بقت العربيه كانها I make you ماشيه glad في الفيديو. to طبعا wake انت up. الكلام ده تقدر تنفذه على حاجات اكتر بكتير. لو انت مسجل فيديو عندك تقدر تعدل وتشيل الكرومه بتاعتك دي، وتقدر تتحكم فيها بشكل اكبر بكتير من القائمه بتاعتها. بس طبعا عشان الوقت مفيش وقت ان احنا نقعد نشرح كل الحاجات دي. والحاجه الثامنه معانا وهي تعديل الالوان. تعديل الالوان في برنامج ادوب بريمير يعتبر من الحاجات الاساسيه اللي انت اصلا ممكن تكون بتخش الفيديو عشانها بس. ولكن طبعا انت لو بتدور على تعديل الوان احترافي جدا فطبعا دافينشي ريسولف هو هيكون احسن برنامج. ولكن ادوب بريمير في التلوين متميز جدا. طبعا في التلوين في بريمير في حاجات كتيره جدا، في 4 كولر وفي 2 كولر واكتر من حاجه، انك تقدر تلون جزء معين في الفيديو، انك تخلي جزء معين بلون وتعلي الاضاءه بتاعته وتعلي الساتوريشن بتاعته وتعلي حاجات تانية كتير. انك تخلي مثلا زي الفيديوهات اللي بتشوفها بتاعت محمد صلاح اللي هو بس لونه احمر وشكله طبيعي وبقيت الفيديو لونه كله اسود. فكل الكلام ده انت تقدر تعمله بالتلوين في بريمير. ولكن احنا دلوقتي عايزين نلون التلوين اللي هو انا هلون الفيديو كله بلون واحد او ازود الوانه واخلي الالوان متشبعه كده وحاجه شكلها تدي بهجه للالوان. هعمل الكلام ده ازاي؟ لو هنعمل الكلام ده لازم تكون فاهم حاجه. انا ممكن دلوقتي اروح على الفيديو وكاني بالظبط معاك صوره بقول لك لونها هتلونها، ولكن انا ممكن اقول لك اعمل حاجه احسن من كده وهتعرف ايه فايدتها. ايه هي الحاجه دي؟ ان انا بقول لك خد لون الفيديو ده بس ما تلونهوش تلوين مباشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول لك انت هتلون لي الفيديو بس هتلون طبقه فوق الفيديو. فلما تاخد التلوين ده وتنقله على فيديو تاني، بدل ما انت تقعد تلون الفيديو التاني نفس التلوين، لا انت هتعمل طبقه واحده زي ورقه شفافه كده هتلون عليها الفيديو، وبعد كده نفس الطبقه دي هتاخدها على اي فيديو تاني تلون بيها. طب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ بكل بساطه خالص. هقوم جاي هنا كده دايس فيديو بروجكت، هقوم دايس هنا كليك يمين نيو ايتم ادجستمنت لاير، هقوم دايس اوكي واقوم ساحب الادجستمنت لاير دي فوق الفيديو بتاعنا. بص هي دلوقتي موجوده، والمفروض زي ما كنا بنقول ان طالما في عندك حاجه فوق الفيديو ما يظهرش. ولكن ادجستمنت لاير دي طبقه شفافه انت بتقدر تضيف عليها حاجات على الفيديو بحيث انك بعد كده تقدر تطبق التاثير اللي هتحطه عليها على اي فيديو تاني. يعني دلوقتي انا خلاص عايز الون بقى الفيديو بتاعي ده، عايز اخلي اللون تحس الاخضر اخضر شويه والاصفر اصفر اكتر والازرق كده يزيد. هعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي هتعمله انك دلوقتي خلاص حددنا الادجستمنت لاير، عايزين نلون، بكل بساطه هتطلع فوق على كلمه كولر وتدوس عليها. طبعا زي ما قلنا التلوين في بريمير متشعب جدا وحاجه كبيره، ولكن هنشرح الاساسيات بتاعته بس. فدلوقتي عايزين نلون الفيديو، نطلع كده بس ايه عشان نشوف الشكل كده بشكل كويس شويه، محددينها. عايزين دلوقتي نلون الشكل ده، عايزين دلوقتي نزود حاجه اسمها التمبريتشر. التمبريتشر ليه؟ لو انا رحت ناحيه اليمين هيزود لي الصفار شويه، لو انا رحت ناحيه الشمال هيزود الزرقان شويه، اللي هو هنا بنروح الكولد كولرز وعلى اليمين الورم كولرز. طيب تعال نطبق نجرب. لو انا رحت كده بالفيديو ده سنه كده يمين، بص الفيديو بقيت تحس انك كده جو المكسيك ده. ولكن لو انا دخلت كده شويه على التمبريتشر تحس ان بقت دوله ساحليه كده اللي هو قريبه من البحر، الجو بتاعها حلو. ده كده لو انا لعبت في التمبريتشر. بعد كده لو انا لعبت في التنت، بتدخل على التنت ده لعب فيه شويه مزوده، بقت الالوان افضل شويه. طب لو انا رحت ناحيه الاخضر شويه، لا الموضوع ما بقاش حلو، ممكن ارجع تاني للايه، للماجنتا.
بعد كده في عندك شويه اعدادات تانية اكتر تقدر تعدل فيها، زي الاكسبوجر ده بيزود لك الحاجه زي الاضاءه كده، لو انا هديتها كده تحس ان الجو ده قليل. الكونتراست لو انا زودته كده تحس الموضوع بقى اوضح عندك. لو انا زودت الهايلايت هيزود لك الحاجات البيضة اللي في الفيديو، ولو قللتها هيقلل لك الحاجات البيضة اللي في الفيديو. على عكسها مين؟ الشادوز، لو انا زودتها هيزود لك الاضاءة في الفيديو، لو انا قللتها هيزود لك الاماكن اللي هي الطافية في الفيديو. طب لو انا جيت على الوايتس وزودتها، انا بقول له تعالى على اي مكان ابيض وزوده لي. طب لو انا قللتها قلت له تعالى على اي مكان ابيض وقلله لي. طيب البلاكس لو انا زودتها تحس الفيديو كده بقى واخد فيد كده. طب لو انا قللته تحس الجو بدأ يبقى بعد العصاري كده. نرجع كده شوية، نرجع بقى نيجي بقى للحاجة الأهم والأساسية اللي كلنا بنروح نعملها أساسا. أول حاجة بنعملها تقريبا هي التمبريتشر، وبعد كده الساتوريشن. الساتوريشن اللي هو تشبع الألوان، إنك بتمسك كل لون تقول له أنا عايزك تبقى أحمر أحمر قوي، الأخضر أخضر قوي. طب إزاي؟ تعالى كده شوف. لو الساتوريشن ده مزودها شوية، بص كده الفيديو زاد. طب تعالى كده عشان يبان أكتر، زود كده، شوف الألوان الحمراء كده بدأت تزيد. لو زودت أكتر كمان، بص الفيديو بقى واخد طابع ألوان حلو جدا. دي كده قائمة اللومتري كولر اللي هي التلوين الأساسي. طيب ادوب بريمير مزود لك حاجة حلوة جدا كده اللي هي اسمها كرييتيف. دي قائمة انت بتقدر تعدل منها تعديل سريع على الفيديوهات. بمعنى ان انا قلت لك تعالى انا دلوقتي خلاص لو انا قافل الفيديو بتاعي ده، بص الفرق، فرق كبير جدا طبعا. لو انا دلوقتي قلت لك انا بدل بقى الاعدادات اللي انا قعدت اعملها دي، لا، في اعدادات بتبقى جاهزه موجوده هنا في كرييتيف دي. بقلب كده بشوف مثلا حاجه زي كده عجبتني، اقوم لو انا عايزها تطبق على الفيديو، اقوم كل اللي عامله ان انا دايس عليها اتطبقت على الفيديو. بس طبعا الفيديو ده الشكل ده مش عاجبني، فاقوم دايس كنترول زد. نجرب شكل تاني. ده مش حلو، ده مش حلو، ده مش حلو، ده مش حلو، مفيش ولا حاجه عجبتني، فخلاص التلوين اللي انا عامله كويس جدا. طبعا في حاجات اكتر بكتير زي الادجستمنت تقدر تلعب فيها، والكيرفز، بس ده لو انت محترف اكتر، وحاجات تانية كتير في التلوين في بريمير. ولكن انت دلوقتي مش عايز اكتر من انك تعدل تعديل بسيط على الالوان. لو انت حبيت تعديل اكتر تلاقي في شروحات للتلوين ده، وكل حاجه لوحدها بافكتات بحاجات حلوه جدا. طبعا قائمه الافكتات في ادوب بريمير هي كبيره جدا ومليانه حاجات كتير جدا، صعب انها تتلم في فيديو واحد. ولكن اللي احنا بنشرحه ده هو كل الاساسيات التعديلات في الفيديوهات. طيب دلوقتي احنا طبقنا التاثير ده بقى، نرجع بقى للحاجه اللي كنا قلناها وهي الطبقه اللي انا حطيتها. دلوقتي انا بقى عايز اروح على الفيديو اللي بعد ده كده، او خلينا مثلا نقول الفيديو ده، وعايز اطبق عليه نفس التاثير اللي انا عملته هنا ده. كل اللي هعمله ان انا هقوم جاي بكبر دي كده شويه عشان اشوف، هقوم جاي بالطبقه اللي انا حطيتها دي، هقوم دايس عليها الت وسحبها معايا عشان اكبرها وانا بسحب. هقوم جاي هنا كده، بص بقى الشكل عامل ازاي، بقت نفس الطبقه محطوطه فوق الفيديو. لو انا جيت مشيت معاها كده، طب انا دلوقتي عايز اخفي الطبقه دي مش عجباني، كل اللي هتعمله تقوم جاي عند علامه العين ده اهي وقافلها. بص الفيديو بقى شكله عامل ازاي من غيرها. لو انا دوست على العين دي وخليتها موجوده بقى اللون عامل ازاي. طب عايز اعدل في الاشكال دي شويه، هقوم رايح على لومتري كولر واختار بيزك كوريكشن وارجع اعدل زي ما انا عايز. مثلا عايز ازود اللون الاصفر شويه واحس انها جو مشمس اكتر، واقوم مثلا على التنت ده مقلله شويه. طيب عايز ازود الكونتراست، عايز اقلل الهايلايت، لا تعالى نزودها سن. طب نقلل الشادوز. حلو كده، انا خلصت تعديل الالوان على الفيديو. تعالى نشوف التاثير من غير الالوان، وده التاثير بالالوان. اظن واضح جدا الفرق. طب تعالى كده قلل لي الساتوريشن شويه. بص من غير الساتوريشن بقى تحس ان هو الفيديو اللي هو بتاع ابيض واسود كده. ده هيكون الشكل النهائي بتاع الفيديو بتاعنا. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you. طبعا ليه العربيه دي كمان اتلونت خد نفس اللون؟ لان انا حاطط الطبقه دي فوق. طب انا لا، انا عايز العربيه تظهر باللون احمر عادي، اقوم جاي ساحب الادجستمنت لاير دي بحيث انها تتطبق على الفيديو ده بس ما تتطبقش على العربيه. فبص كده معايا، ادي الفيديو ماشي معايا عادي خالص اهو. سحبت انا العربيه فوق ليه؟ عشان الادجستمنت لاير يبقى متطبق على كل اللي تحتها. زي ما قلنا انت اي حاجه عندك تحت الطبقه دي بيتاثر عليها، واي حاجه فوقها مش هيتاثر. هتشغل كده Inspire الفيديو you. كله بالابيض واسود ما عدا العربيه اللي باللون. ليه؟ لان العربيه هي اللي فوق والادجستمنت لاير هي اللي تحت. ولكن لو انا خليت العربيه دي هي اللي تحت الادجستمنت لاير، بص اللي هيحصل، هي كمان خدت نفس التاثير. لا انا هطلعها فوق.
glad to be لو انت وصلت للنقطة دي في الفيديو فمبروك عليك. انت دلوقتي تقدر تمسك اي فيديو تعمل له المونتاج بتاعه او التعديل البسيط بتاعه بشغل الى حد ما انك تقدر تعمل الكلام ده لنفسك. هسيب لك الماتيريال بتاعته في الوصف بتاع الفيديو بحيث انك تقدر تاخدها وتعدل زي ما انت عايز وتضيف اللي انت عايزه وتشيل اللي انت عايزه. طبق ورايا خطوة بخطوة بحيث ان انت تكون كل حاجة عملناها تكون عارفها ومفيش اي حاجة تقف قصادك. عايز تخش في المجال اكتر فلازم تتفرج على توتوريالز اكتر وحاجات اكتر احترافية. انت دلوقتي يا دوب معاك الاساسيات انك تقدر تخش البرنامج وتتعامل فيه من غير ما في حاجه توقفك. هتبقى فاهم ازاي الفيديو ماشي، يعني ايه تراك، يعني ايه ادجستمنت لاير، يعني ايه ان الصوت لوحده والفيديو لوحده، يعني ايه تعدل صوت، يعني ايه تقطع في الفيديو. ده كده التعديل البسيط. طب دلوقتي وصلنا لاخر مرحله وايه هي ان انت دلوقتي خلاص الشغل اللي احنا عملناه ده عايز تطلعه على هيئه فيديو نهائي. هتعمل الكلام ده ازاي؟ حاجه اساسيه انا كنت نسيت اقولها خلال الفيديو، ان انت ايدك ما تتشالش من على كنترول اس. كنترول اس هي اساسي في كل برامج ادوبي او عامه اي برامج انت بتشتغل بيها على الكمبيوتر. لا قدر الله وانت شغال الجهاز عطل منك، البروجكت قفل، اي حاجه، يبقى كل الشغل اللي انت بتعمله ده ما يروحش عليك هدر. طيب دلوقتي عايزين بقى نرندر فيديو او نطلعه فيديو كده كامل متكامل. كل اللي هتعمله هتروح على قائمه فايل وتنزل تحت على اكسبورت ميديا. هيجيب لك دلوقتي قائمه انت دلوقتي عايز تصدر الفيديو ده ازاي وفين وبشكله عامل ايه. تخلي بالك من حاجه، انت دلوقتي لو الفيديو ده عندك هنا مثلا، فدلوقتي في عندك جزء اسود مفيش اي مشكله. انا دلوقتي عارف ان الفيديو بالنسبه لي مدته بالكتير هو 37 ثانيه 40 ثانيه، خلاص كده تمام. وفي حاجات انا سحبتها وانا شغال، يعني مثلا انا شغال عملت فيديوهات كتير، مثلا انا مصور كام فيديو ومن ضمن الفيديوهات دي قمت فيديو سحبه كده ورميه ورا من غير ما اخد بالي. خلاص انا دلوقتي عارف ان الفيديو معايا مدته بالكتير 40 ثانيه. دوست كنترول اس وبعد كده هروح اعمل اكسبورت للفيديو واقوم دايس اكسبورت ميديا. هاجي انا عارف الفيديو اللي انا مصوره هو بالكتير مدته 40 ثانيه، بس انا اتفاجئت ان الفيديو مدته دقيقتين تقريبا. قال لها طب ده ليه؟ هعرف الكلام ده ازاي؟ من البريفيو او الشكل اللي هو الايه اللي هو بيوريه لك. لو انا جيت ببص قال لها ده انا مصور 40 ثانيه، طب اجي ابص تلاقي نفسك سايب جزء كبير اسود. يبقى الكلام ده لازم اشيله. هتشيل الكلام ده ازاي؟ هقوم قافل ده واقوم جاي هنا كده واقوم ده عامل ديليت كده. الجزء اللي انا كنت ضايفه هنا ده اتشال واقوم عامل كنترول اس. بعد كده اروح اعمل اكسبورت للفيديو ده، اقوم رايح على اكسبورت ميديا. نيجي بقى على القائمه المهمه في الاكسبورت. مبدئيا انا عايز احدد المكان اللي الفيديو ده هيطلع فيه. هقوم دايس على اوتبوت نيم، الكلمه اللي بالازرق دي، واقوم دايس عليها واقول له انا عايز الفيديو يطلع لي في مونتاج 01 ريندر، وهخلي الفيديو يطلع اسمه تيست 1 تيست 1 واقوم دايس سيف. وبعد كده اطلع فوق على البريسيت، حاول ما تلعبش فيها ولكن اختار الفورمات اتش 264 اللي هي بتطلع لك الفيديو 1080 من غير ما تلعب في اي حاجه. بعد كده تنزل على شويه اعدادات تانية تحت. يفضل انك ما تلعبش فيها بحيث انك التارجت بيت ريت ده يا ريت تسيبه 10 زي ما هو، ولكن لو انت عايز الفيديو يطلع بكواليتي اعلى باكتر هتخليها 15، ولكن ده هيزود معاك حجم الفيديو. فانا مثلا لو رجعتها 10 تاني، بص الحجم اللي تحت ده 69، لما انا كنت مخليها 15 كان 103. خلاص دلوقتي انا خلصت كل حاجه انا عايز اطلعها، عايز بقى اخلي الفيديو ده يطلع. كل اللي هعمله هو دايس على اكسبورت وهيطلع لك الريندر بالشكل ده. طبعا على حسب جهازك وقوته الريندر ده بياخد وقت. ودلوقتي كده الفيديو خلص ريندر. تعالوا بقى نشوف الفيديو النهائي عامل ازاي. الفيديو النهائي بتاعنا بعد ما ترندر، تعالوا كده نشغله ونشوف الفيديو عامل ازاي. the only thing. They need to be اعتقد يا جدعان فرق كبير جدا في النهايه بتاع الفيديو. ولو انت وصلت لهنا فحابب اقول لك شكرا جدا لانك سمعتني للاخر، ورجاء منك ان انت لازم بعد ما اخلص انك تخش تطبق بايدك على المونتاج بالفيديوهات اللي احنا استعملناها على الاقل بنفس الشكل، او انك تعمل شكل جديد، او انك تعمل حاجه تانية جديده. ويا ريت لو ترفعها عندك على قناه على اليوتيوب بتاعتك وتكون فيديو خاص وتحط اللينك بتاعها في التعليقات بحيث ان احنا نشوف شغل بعض ونشجع بعض اكتر، والناس اللي تشوفك تتشجع اكتر. وباذن الله الحلقات الجايه هتلاقينا بنشرح حاجات اكتر احترافيه في المونتاج وحركات جديده بقى في التلوين في الماسك في الانتقالات، حاجات كويسه جدا. اتمنى اشوفكم في حلقه جايه وبس كده. سلام.